هو الجميع حزين طبعا على النتيجه، انما فخور بنفس الوقت بالاداء. ما تقدرش تلوم اي حد من لاعبي المنتخب السعودي. ما فيش حد بخل، الجميع بذل مجهود كبير. الفريق صنع 6 7 فرص، ضيع ضربه جزاء، هو المسيطر، هو المستحوذ. فاعتقد ان انا زي ما قلت قبل المباراه طارق، ان المنتخب البولندي ينتظر اخطائك، ينتظر اخطائك. النهارده الاخطاء كانت موجوده على بعض الفترات من المباراه، استغلها طبعا. عندهم لاعبين مميزين، عنده ليفا من احسن المهاجمين في العالم. انما اعتقد شكل الفريق واداء الفريق اداء كبير جدا جدا جدا، وهي دي سيناريوهات كره القدم. تضيع فرص، يجي فرصه للمنافس يترجمها، تعاقب تترجمها الاهداف. انما اعتقد ان المباراه في المكسيك تبدا تحضيرها من الان. هيرفي رينار انا شايفه هو خارج من الملعب بيحضر للمباراه الثالثه. افصل بقى اللعيبه عن الاعلام، ما تدخلش حد، وركز وخلي الفريق زي ما هو ماشي. الفريق محتاج مزيد من التركيز، مزيد من المسانده، ابعاد الضغوط. نعم. الفريق قدم مباراه كبيره قدام الارجنتين، وبرضه مباراه كبيره رغم الخساره قدام بولندا. المكسيك افضل من بولندا، انما عندك ادواتك المميزه زي ما لعبت النهارده، تقلل من اخطائك، تستغل فرص. النهارده معانا 2 مهاجمين موجودين، لو واحد اللي جنبي ده موجود النهارده في الملعب كانت السعوديه احرزت اهداف. كابتن ياسر، لانها فعلا ينقصها المهاجم اللي يقدر يترجم الفرص لاهداف. مش معقوله المنتخب السعودي يخلق 6 7 فرص وما نجيبش جول في الاخر. واستحواذ في شوط المباراه الاول 59%، يعني كنت مسيطر انت. واستحواذ كبير صحيح. انا قلت بين الشوطين تيكي تاكا، كره قصيره، كره تستمتع بيها، مثلثات ومربعات واختراقات من العمق واختراقات من الاطراف. فشكل الفريق شكل فعال وايجابي. اتمنى مزيد من المسانده، ابعاد الاعلام، مزيد من التركيز. الامل ما زال موجود. صحيح. الامل ما زال موجود. احنا عندنا تيكي تاكا سعوديه، سيطره واستحواذ ومثلثات ومربعات. لو الكره عادله سيناريو الشوط ده يخلص 2 للسعوديه، 1 لبولندا، طردين لبولندا، بس الحكم ناسي الكروت الحمراء. انما زي ما بقول لك انا مستمتع. السعوديه بتقدم كره حلوه قوي قوي قوي. لو استمر هذا الاداء مع تركيز في اللمسه الاخيره قدام المرمى، 3 نقاط مهمين. العوده مهمه، الاطراف بتشتغل كويس قوي النهارده، الشمال واليمين. كابتن هذا الكرت الاصفر الاول. الكرت الاصفر الاول. نعم. هذا الاول. أيوة. شوفوا كمان مع البريك في الحاله الثانيه ايضا. احنا مش هنسيب جمال غندور اليوم. ها هو حتى قبل الكره اللي طلع فيها حط كوعه. صحيح، حط كوعه في وش البريك. هو بدل ما يعطي كاش كرت احمر اعطى عبد الاله المالكي. شوف هنا هي كرت أصفر. احمر مباشر. نعم، كارت احمر مباشر، سيبك حتى من الانذار الثاني. صحيح. فالنهارده الحكم، اعتقد ان الحكم والفار ظلم السعوديه في هذا الطرف. المهم ان الحاجه الدفاعيه لازم تتظبط الناحيه الشمال، لان كاش مفتاح لعب اساسي للمنتخب البولندي. فلازم البريك يثبت كويس او حد يميل عليه من وسط الملعب. فاعتقد النهارده اداء كبير. نعم. وشوط مميز للمنتخب السعودي، ينقصه فقط اللمسه الاخيره وتسجيل الهدف. لن اسال ياسر القحطاني ولا حتى محمد ابو تريكه عن هذه الحاله، كسعوديين وكعرب وكمسلمين بالتاكيد نحن عاطفتنا مع منتخبنا. ساسال ديفيد في عن هذه الحاله، ما رايك؟ أعتقد أن لدي إحساس بأن القدم كانت خارج خط المرمى، وبالتالي كان يجب إعادة ركلة الجزاء في هذه الحالة. هذا ما أشعر بالصورة، ربما تكون صعبة، ولكن لدي إحساس بأن القدم كان خارج خط المرمى. رأيك الشخصي على ما قدم المنتخب السعودي في شوط المباراة الأول؟ سالم الدوسري ده لعيب كبير، أي حد يضيع ضربة جزاء. حصل له هبوط في المستوى، بقى يهرب من الكورة بعد ما ضيع ضربة الجزاء. لا، انت نجم الفريق ولا يهمك. والكابتن ايوه، والكابتن بين الشوطين لازم تعليمات للتهدئه بالنسبه له، لانه بعد ضربه الجزاء طبيعي نفسيا يتاثر وهرب من الكوره. هو مفتاح اساسي في راسه الشهري. هنا ضربه الجزاء، اي حد بيضيع ولا يهمك، اوعى تهرب من الكوره، انت مفتاح اساسي في الفريق. واعتقد ان شاء الله في الشوط الثاني يبقى ليك سبب رئيسي في ان النتيجه تتعدل ويبقى في مكسب للمنتخب السعودي. في راسه الشهري لازم يشتغلوا داخل منطقه الجزاء كتير، يستلموا الكوره داخل منطقه الجزاء كتير، لان الاثنين السنتر باكين بتوع المنتخب البولندي بطاء وخاصه على الارض. فوصل الكوره للاثنين واشتغلوا من العمق مع سالم الدوسري.
اعتقد ان شكل الفريق هيبقى مميز. سعود ناحيه اليمين بيطلع كويس قوي وبيساند كويس قوي، بس محتاج انه يبص قبل ما يعمل الكروس. والاثنين المهاجمين ما تسلمش نفسك بدري للمدافعين. نعم. اهرب من الرقابه عشان تتلعب لك في المساحه او تاخد في البعيده او تاخد بين الاثنين. ما تسلمش نفسك للمدافعين. فاعتقد ان دي الحاجات ممكن الاساسيه اللي تقدر تغير